أتى شهر رمضان الكريم، بس ما كان رمضان، الشهر اللي بيه يجتهد المسلم حتى يصلح نفسه ويصفح حساباته ويصير مؤمنا. بس من تجي للواقع تلقى الغاية الحقيقية من الصيام اختفت. يعني بس يجي شهر رمضان تلقى الأسعار مع المواد الغذائية ترتفع ارتفاع جدا كبير، وهاي قدر الضرائب، وكأنه موسم تجاري استغلالي مو موسم تكاتف بين المسلمين. وما نشوف اهتمام كبير بالقرآن الكريم مثل بقية الشعوب، والسنن والنوافل ما حد يواظب عليها، وبين كم أصل الفرائض بالقوة مدبرينها. وعلى المستوى المجتمعي المسلمين بالشارع ما حد يسلم على الثاني، والأقارب ما حد يذكرهم، أصلا هم ما يبدو واحد يذكرهم. يعني فكرة صلة الرحم هم اختفت، وتلقى الشارع مشحون بأجواء الغضب والصياح بدل التعامل الحسن والإحسان. والفقير والمسكين واليتيم ما حد بحالهم، والصدقات صارت مجرد فيكة قدام الناس. ونشوف غياب دور المسجد اللي هو نواة المسلمين، واللي من خلاله يحس المسلم انه مسلم. وما ننسى الطائفية الإعلامية والتلفازية اللي تزداد بشكل جدا كبير خلال هذا الموسم. ونتذكر الطعم الخاص لشهر رمضان من كنا أطفال، ما حس أطفال هذا الجيل يحسون بطعم شهر رمضان اللي كنا نحس به، لأن غالبية أوقاتنا على السوشيال ميديا. يعني ما صرنا نحس بطعم شهر رمضان. بس من ناحية أخرى نشوف نجاح بعض المؤسسات برعاية الأيتام، ونشوف بعض المدن والعشائر اللي تتكاتف مع بعضها البعض، ونشوف بعض المساجد العامرة، ونشوف بعض العقول المنيرة، ونشوف اللي ما كان يصلي قام يصلي، وبعض الظواهر الناجحة. بس نحتاج نرجع للإسلام كما هو. هاي حملة جدا صعبة، خلونا نباشر بيها.